ليه لما بنعضعض حاجة الريموت بيشتغل أحسن؟ كلنا عملنا الحركة دي قبل كده، ريموت مش شغال نطلع البطارية ونعضعضها أو نضغط عليها شوية وفجأة بتشتغل. طيب إيه اللي بيحصل جوه الحجر؟ الحكاية ببساطة إن بطارية الريموت عبارة عن خلية كيميائية بتنتج جهد كهربي، مع الوقت والتفريغ الجهد ده بيقل، لكن البطارية لسه فيها شوية طاقة مستخبية. المشكلة إن المقاومة الداخلية بتاعتها بتعلى، يعني الكهرباء مش قادرة تطلع بسهولة. لما بنضغط بطارية احنا في الحقيقة بنعمل حاجتين: بنعيد توزيع المواد الكيميائية جوه البطارية، فده بيخلي الإلكترونات تتحرك أسهل شوية. تاني حاجة، الضغط بيقلل المقاومة الداخلية لحظيا، فالبطارية تقدر تطلع فولت أعلى شوية يكفي يشغل الريموت لحظات، وده اللي بيخلي الريموت يشتغل ثواني ويرجع يطفي تاني. يعني الموضوع مش سحر ولا خدعة، هو بس علم كهروكيمياء بسيط. الغريب إن العلماء بيعتبروا الحركة دي نوع من الإنعاش المؤقت للبطارية، زي بالظبط لما تدي دفعة لشخص مرهق عشان يكمل خطوتين لقدام. بس لازم نعرف حاجة مهمة، الحركة دي مش بتطول عمر البطارية، بالعكس ساعات بتضر البطارية أو تخليها تسرب مواد خطيرة. الحل الحقيقي ببساطة إنك تغير البطارية بواحدة جديدة، لكن يفضل تفتكر دايما إن ورا أبسط الحركات اللي بنعملها من غير تفكير بيكون في تفسير علمي ممتع. في النهاية لما تلاقي نفسك بتعض حاجة الريموت افتكر إنك مش لوحدك، دي حركة ملايين الناس بتعملها.